السلام عليكم. اكتساب الثقة بالنفس حاجة مهمة بزاف في حياتنا، حيث كتعاوننا باش ننجحو في حياتنا المهنية والشخصية. والشخص اللي ما كيتيقش في راسو وفي قدراته ما عندو علاش يتسنى هاد الثقة من الناس الآخرين. وشحال ما كانت عندك الثقة في راسك والطريقة باش تتصرف فاش كتكون في المقابلات ديال الخدمة مثلا، أو فاش كتبغي تبين باللي باغي ترقى، أو حتى فاش كتعامل مع الناس في المواقف الاجتماعية، هادشي كله هو اللي كيحدد اشنو غادي تربح واشنو غادي تخسر في الأخير في حياتك. ومن بعد كنلقاو باللي درجة الثقة في النفس كتختلف من واحد لآخر، والسبب هو أنها كتعتمد على بزاف ديال العوامل بحال المزاج والمكانة ديال الشخص، وكذلك المجتمع اللي داير به، والمستوى الثقافي والتعليمي ديالو، والوضعية المادية اللي كيعيشها، وحتى النظرة ديالو للنجاح والفشل. زيادة على هاد الشيء، هاد الثقة في النفس كتقدر تبدل على حسب التجارب اللي عاشها الفرد، حيث يقدر يفقد الثقة في راسو باش كيتعرض لخسارات أو صدمات متتابعة. ولكن بما أن الثقة في النفس هي حاجة عقلية وكتعتمد على المونطاليتي ديال الشخص، راه ممكن بزاف الواحد يرجعها ويقويها من جديد. وبالتالي ففي هذا البودكاست غادي نتعرفوا على شنو هي الثقة في النفس، ونشرحوا الأهمية ديالها والفوائد اللي كتعود علينا بها، وغادي كذلك نعرفوا كيفاش نكتسبوها ونقويوها مع مرور الوقت. إذا تابع معايا هذا الفيديو حتى الأخير، وإلا عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتخلي شي تعليق زوين. أولا نحاول نقدموا تعريف بسيط على شنو هي الثقة في النفس. فالثقة في النفس هي فاش كيكون الواحد كيثق في القدرات ديالو بلا إفراط ولا تفريط، يعني بلا زيادة ولا نقصان، حيث المبالغة في الثقة كتأدي للغرور والفوحان كيف كنقولوا، وهذا الشيء كيجيب للواحد غير المشاكل. وفي نفس الوقت فاش كينقص الواحد من قيمته وما كيثقش في راسو، هذا الشيء كيخليه يطيح من الشأن ديالو ويضيع على راسو بزاف ديال الفرص والامتيازات اللي كيستحقها. داكشي علاش كيف قالوا ناس زمان خير الامور اوسطها. وفاش كتكون كتثق في راسك ثقه متوازنه وكتامن بالقدرات ديالك، غادي تقدر توصل لاي هدف ودير اي حاجه واخا كتبان لك صعيبه ومعقده. وإلا تحطات بين يديك شي مهمه وما عرفتيش كيفاش دير ليها، غادي الثقه اللي عندك في راسك هي اللي غادي تدفعك باش تمشي تتعلم داكشي اللي ناقصك. وفاش كتلف وما كتعرف ما تختار في شي قرار صعيب او مصيري، الثقه ديالك في الذكاءات والقدرات ديالك هي اللي غادي تعاونك باش تختار الطريق الاحسن. لكن هنا غنطرحوا سؤال جوهري: علاش الثقه في النفس حاجه مهمه بزاف؟ لهذا في اي حاجه كتكون مهمه حيث كيكونوا فيها منافع وفوائد كثيره، ونفس الشيء بالنسبه للثقه في النفس. الاهميه ديالها كتبان في الفوائد الكثيره ديالها اللي كتقدمهم لينا، واللي منها انها كتخليك تآمن بالقدرات والمؤهلات ديالك باش تاخذ القرارات، وهذا الشيء كيخليك تبعد على التردد والحيرة اللي كيضيعوا ليك بزاف ديال الوقت والجهد. كذلك كتشجعك باش تقلب على الأجوبة والمعلومات وتستمر في التعلم وتغلب على الحوايج اللي ما كتعرفش ليها، وكتخليك كذلك تميز وتكون باين وسط الناس. داكشي علاش كنلاحظوا باللي الناس اللي كيثيقوا في راسهم هما اللي كيشدوا القيادة والمسؤولية في الشركات ديالهم، في المجتمعات، وحتى وسط عائلاتهم، حيث الناس بطبيعتهم كينجذبوا ليهم وكيسمعوا كلامهم وكيحترموهم. وهنا نقدروا نسولوا نفوسنا شنو هي صفات الشخص اللي تيق في راسه، حتى ربما الا تلاقينا بشي شخص نعرفوا واش تيق في راسه ولا لا، او الا كانت فينا هاد الصفات نتاكدوا بانه حنا تيقين في نفوسنا. الثقة في النفس هي واحد الإحساس داخلي يقدر يتزاد في الواحد يعني بشكل فطري، أو لا يكون كسبه مع الوقت ولا في علاقته بالمجتمع اللي محيط به. وفي بعض المرات كيجي صعيب باش يقوي هذه الثقة في راسه، إما بسبب التجارب الشخصية السابقة اللي دوزها في حياته، أو لحيت عنده نقص في تقدير الذات، يعني كيشوف راسه ديما قل من الناس. وقبل ما نهضروا على كيفاش نقدروا نقويو هذه الثقة، غادي نشوفوا اولا اشنو هما الصفات اللي كيتمتع بها الشخص اللي تيق في راسه. فهاد النوع كيكون كيتقبل النقد كيف ما كيتقبل المديح والشكر،
وكيدير الحوايج اللي كيبانوا ليه هو صحاح واخا تكون جديدة او ما موالفاش. كذلك كيطلب المساعدة من الاخرين الى احتاج ليها بلا عقد وبلا عقدة نقص، وكيتحمل المسؤولية ديال افعاله وقراراته كيف ما بغات تكون نتيجتها، وما كيخافش من المغامرة والمخاطرة. كذلك كيعترف بالخطأ ديالو وكتكون ليه درس كيتعلم منه، وديما متفائل وعاطي وجه ايجابي للحياة، وكيحط قدام عينيه اهداف واضحة ومحددة، وما كيعزلش راسو باش يحاسب الناس الاخرين. ومن بعد هاد الصفات الايجابية كاملين اللي شفنا اللي كيبينوا لنا الفوائد ديال الثقة في النفس وشحال هي مهمة باش نعيشوا حياتنا كيف ما خاصها تعاش، حيت فاش كتفقد الثقة في راسك كتحرم من هاد المميزات كاملين اللي كيخليوك تستمتع بحياتك وتنجح فيها. وفي الاخير كتلقى راسك عالة على الناس الاخرين باش ياخذوا في بلاصتك القرارات ويتحملوا المسؤولية في بلاصتك، وحتى باش يحكموا على الحوايج والصحيحة ولا خطأ من الشوفة ديالهم هما ماشي من الشوفة ديالك انت. اولا على حساب ظروفك الشخصية، وهذا الشيء اللي كيخلي الشخصية والقرارات ديالك تابعين ومتأثرين بالناس الآخرين. لكن بطبيعة الحال هذا الشيء ما كينقصش من الأهمية ديال أنه يكونوا في حياتك ناس كينصحوك وكيعاونوك تختار طريقك ويمشيو معاك في الرحلة ديالك، ولكن راه ضروري خصك تكون انت بوحدك هو اللي كياخذ القرار الأخير وخا كاع الناس ما يكونوش متفقين معاك فيه. لكن اللي مهم هو كيفاش نقدروا نبنيو الثقة في النفس. وكيف ما ذكرنا قبل، الثقة في النفس كتعتمد على بزاف ديال العوامل، وبسبب هذا الشيء هاد الثقة كتقدر تطلع وتنزل على حساب هاد العوامل فين واصلة عند كل شخص. داك الشيء علاش غادي نقدموا ليك مجموعة من النصائح اللي غادي تعاونك باش ترجع الثقة في راسك الا كنتي فقدتيها، وتحافظ عليها الا كانت عندك، وتكسبها من جديد الا كنتي محتاجها. قوي المهارات ديالك. حتى حاجة ما كتقوى وما كتقوي الثقة في النفس واحد الماضي عامر بالنجاحات. وفاش كتكون متأكد باللي غادي تنجح في شي خدمة حيت ديجا درتيها من قبل، داكشي علاش خاصك تدرب وتطور راسك حتى تكسب هاد كاع هاد المهارات اللي مطلوبة في مجال الخدمة او القراية ديالك. كذلك التعامل مع راسك بطريقة ايجابية، فبزاف ديال الناس كيعانيو من عقدة النقص لاسباب مختلفة، وهذا الشيء كيخليهم يسحب ليهم باللي الناس الاخرين احسن منهم. داكشي علاش خصك تشوف في راسك نظرة ايجابية وتركز على نقاط القوة ديالك، وتتعامل مع نقاط الضعف على اساس انها دروس كتعلم منها. وإلا قارنتي راسك مع شي حد وبان ليك احسن منك، قارن نقاط الضعف ديالو ونقاط القوة ديالك. هادشي غادي يعاونك باش تبني واحد العقلية كتقوي الثقة في راسك وكتأثر عليك بشكل ايجابي. وحاول انه تبين وجهة النظر ديالك حول اي موضوع وفي كل وضعية وفي كل حوار. راه ولا من الطبيعي ان الناس يتبادلوا النقد بيناتهم، وتلقى شي حد كيغلط في وجهة النظر ديال الاخر، ولكن كل ما خليتي الناس يتجاهلوا الاراء ديالك وما يديروش لها قيمة كل ما فقدتي الثقة في راسك. داكشي علاش وضح ديما وجهة النظر ديالك للاخرين، وعبر على الرأي ديالك، وشرح الاسباب اللي خلاتك دير شي حاجة مزيانة، حيث فاش كيقتنعوا الناس بالاراء والافكار ديالك الثقة في راسك كتزيد تكبر وتقوى. لكن هنا خصنا ضروري نعاودو نرجعو ونهضروا على الدور والأهمية ديال التجربة والفشل في بناء الثقة في النفس عند كل واحد، حيث أنه ما يقدر حتى شي حد ما يتقبل الفشل كيقوي الثقة في النفس. ولكن هذا الشيء صحيح وما كاينش فيه الشك، حيت الثقة في راسك كتزاد مع كل محاولة فاشلة كديرها. الشخص اللي تيق في راسو ماشي بالضرورة كيدير كل شيء مثالي وبلا خطأ، بل هو واحد الشخص اللي كيتيق في القدرات ديالو وكيحاول المرة الأولى والثانية وخيفشل. داكشي علاش غتلاحظ باللي الناس اللي تيقين في راسهم ما كيقنطوش وما كيزعجهمش كثرة الأخطاء اللي كيقدروا يطيحوا فيها، حيت عارفين ومقتنعين باللي هذوك الأخطاء والتجارب هما اللي وصلوهم باش يتقنوا داكشي اللي كيديروه وكينجحوا فيه. ولكن شنو كيوقع فاش كتهرب من المغامرة ومن الوقوع في الخطأ والفشل؟ وهي اللي كتشكل عواقب وخيمة على الثقة في النفس. فكيف ديما كيتقال باللي هذوك المغامرات والأخطاء اللي كتخوضهم بوحدك والحوايج اللي كتعلمهم بوحدك
والاماكن اللي كتمشي ليها بوحدك هما اللي كيصوبوا وكيحددوا الشخصيه ديالك وكيعطيوها الشكل الملائم. وهاد الحوايج كاملين ما يمكنش الواحد يدير حتى وحده فيهم الا كانت ناقصه الثقه في راسو، حيت هادو حوايج كيبغيو الزعامه والجرأة. والجلوس في المكان اللي كتحس فيه بالامان عمره ما غادي يقوي الثقه ديال شي حد في راسو. لكن فاش كتحاول وكتعاود بزاف ديال المرات وكتكون عندك هذيك العزيمه والنفس الحاره اللي كتعاونك باش تزعم على المغامره وتتعلم منها، تما فين كتولي قوي وتايق في راسك ديال بصح، وكتعرف باللي قادر توصل لاهدافك وتحقق هذاك النجاح اللي كتطمح ليه. حيت الناس اللي تايقين في ريوسهم كيكونوا امنين باللي هما اللي كيشقوا طريقهم بيديهم للنجاح، وما كيستسلموش واخا يواجهوا كاع المخاطر والمخاوف. وزيادة على هذا الشيء، فاش كتكون مستقل في حياتك وما كتخافش تحط حدود واضحة ومناسبة بينك وبين الناس، تما فين كتقدر تبني علاقات صحيحة والساس ديالها هو المحبة والصداقة الحقيقية. ولكن واخا هذا الشيء كامل، راه الوصول لهذه المرحلة من الثقة في النفس ماشي حاجة سهلة. داكشي علاش كتلقى ماشي كل شيء قادر يوصل ليها بسهولة. وبالتالي ما تبقاش تجلد في ذاتك وما تطيحش من القيمة ديال راسك واخا تغلط. رحنا في الاخير غير بشر وكلنا كنغلطوا وكنصيبوا، والحاجة اللي زوينة بصح هي فاش كنتعلموا من هذا الغلط باش نوصلوا للنجاح اللي بغيناه. وهذا الشيء هو اللي كيزيد يقوي الثقة في راسنا اكثر واكثر. واجه المخاوف ديالك، حيت في الغالب كنقدروا نتغلبوا على الخوف غير فاش كنوقفوا قدامه كنواجهوه. ولان التجربه كتعلمنا باللي داكشي اللي كنا خايفين منه كاع ما داير بحال داكشي اللي تخيلناه في راسنا. والانسان راه ديما عدو الحاجه اللي ما كيعرفهاش. دير داكشي اللي باغي مادام كيبان لك صحيح ومعقول، وفاش غتخوض التجربه غتعرف باللي الهضره مع هذاك الشخص كانت ممتعه بزاف، وباللي هذيك المقابله ديال الخدمه اللي طيرات لينا النعاس وشغلات لينا التفكير ديالنا كاع ما كانت كتستاهل داك التوتر الروينه كامله اللي سبقاته. قيد عندك في شي ورقه وسجل كاع الانجازات ديالك في الحياه، وكتب حتى العراقيل اللي واجهتيها والمخاوف اللي قدرتي تتجاوزها باش تعرف تقراهم فاش كيجيك هذاك الاحساس باللي ما كتحركش للقدام وما كدير حتى شي تقدم. حيت هذا الشيء غادي يشجعك وغادي يعطيك واحد الشحنه ايجابيه ديال الثقه في النفس في الوقت اللي كتكون محتاجه فيه بزاف. قدر وفرح بالانجازات الصغيره ديالك، وفي الاخير ديال كل يوم فكر في كاع الحوايج الزوينه اللي درتيها واخا تكون بسيطه بزاف، وافتخر براسك عليها. حيت فاش كدير شي حاجه كتحس بواحد الراحه نفسيه كبيره، وفاش كتفيق الصباح كتلقى راسك ناشط وفرحان ومستعد للنجاح وتايق في راسك. امن بنفسك صديقي. فشحال ما كنتي كتثق في راسك وكتامن بقدراتك، شحال ما هادشي كيحدد الطريق والمسار ديال حياتك. وكيف ما قال هنري فورد، سواء كنتي كتعتقد باللي راك قادر دير شي حاجه او لا كتعتقد باللي ما قادرش ديرها، في كاع الحالات راه عندك الحق. فالناس اللي تايقين في راسهم ديما كيطلعوا للسقف وكيطلعوا التوقعات ديالهم معاهم وكيقلبوا باش يوصلوا لاهداف عاليه وكبيره، في الوقت اللي النقص في الثقه كيخلي الواحد يحط قدام عينيه اهداف على قد الحال ومعايير هابطه بزاف، والنتيجه بطبيعه الحال كتكون هي نتائج متواضعه وما عاطياش للعين. الثقه في النفس كتخليك تعرف فين كاينين الحدود ديال القدرات ديالك وكتعاونك باش تزيد توسعهم وتكبرهم، وهذا الشيء كيزيدك غير صلابه وقوه. وفاش كتكون تايق في راسك كتقدر تسول على اي حاجه ما فاهمهاش بلا ما يدخلك خوف وبلا ما تحبس الهضره ملي كتحشم. والناس اللي تايقين في راسهم كيكونوا مآمنين بالمهارات ديالهم وعندهم اليقين في القدرات ديالهم باش ينجحوا ويوصلوا لداك الشيء اللي بغاو. لذلك يا صديقي، الحاجه المهمه اللي نقدروا نختموا بها هذا البودكاست هو ان الطريق للثقه في النفس ماشي معبده ولا مفروشه بالورود، ولكن في نفس الوقت ماشي صعيبه وكحله كاع. حيت يكفي غير تضرب شويه ديال التمارين وتبذل مجهود باش تكسب عمق في التفكير وقوه ومرونه في الشخصيه ديالك. وهذا الشيء هو اللي غادي يوصلك العلاقات اقوى وخدمه احسن واكثر في الصحه ديالك والسعاده والنجاح، وباش تحس بالقيمه ديال راسك بصح.